ازيكم يا حبايبي عاملين؟ انا النهارده جايه اقول لكم ازاي ربنا يتقبل منا اعمالنا لو تجنبنا حاجات وعملنا حاجات. يلا بينا نشوف المسلسل حلقه ورا حلقه، وقلبك متعلق بالشاشه ومش متعلق باذان ربنا. المسلسل ممكن يتكرر لكن الخشوع مش هيتكرر. وقال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الموبايل بيخلص بس كلام ربنا نور. اقرأ آية هتلاقي راحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الغضب لحظة بس الجرح بيفضل. اهدى وخليك كريم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصراعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. النميمة نار بتحرق قلبك قبل غيرك، قول خير أو لتصمت. قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. مش لازم تفضل تتكلم عن نفسك كتير. قال الله تعالى: أن الله لا يحب كل مختال فخور. ساعد أمك، اسأل على أبوك، دي عبادة زي الصلاة. خيركم لأهله. رمضان مش بس امتناع عن الأكل، رمضان امتناع عن الغلط. عن رمضان ده يبقى بداية جديدة فعلا. مش لازم الحاجات تكون في رمضان بس، لأ، دي حاجة أساسية. لو عملنا كلنا كده حياتنا هتكون أحسن. لو عجبكم الفيديو متنسوش لايك والاشتراك، وقولنا في التعليقات إيه هي الحاجة اللي ممكن تغيرها في رمضان. سلام.